مرحبا أعزائي المشاهدين، كيف تسعد الناس من خلال تفسير الأحلام؟ طبعا أكثر ما يسأل عن موضوع الأحلام وتفسير الأحلام والكلام هذا أنا ماني مقتنع فيه طبعا كله على بعضه، لكن أكثر ما يسأل اللي هو نساء البنات. فوظيفتي بهذا الحياة أسعد العالم بما أني عارف أنها كلها كلام. فيجون البنات مثلا يسألن في بعض البرامج عن مفسر أحلام، نريد مفسر أحلام. فأنا أقول أنا أفسر طبعا، وأجي لهم وأعطيهم أحولهم الحلم إلى حلم جميل. شوف هذه المحادثة مثلا، أرسلت لي واحدة قالت أبي أفسر حلمي شخص يعرف. المهم قلت تفضلي. قالت أمانة تراك جد تعرف. قلت اخلصي. مطولة. اسلوبي يقشر شوي لكن مش هذه أرسلت. راحت. ايه قلت مطولة، قلت ليه تصارخ؟ استغفر الله. خلاص اصبر يا بنت الناس. المهم ليه تصرخ؟ استغفر الله العظيم. حلمت اني سمعت صوت المطر من الدريشة مع صوت الاذان. قلت ما يبي لها تفسير، امورك بالسليم. اسلوبي لا زال ماشي، يعني ما تقمصت الشخصية بالضبط. قالت يعني استغربت، ما نبي مفسرة انا عشان اعرف استجابة الدعوة ان شاء الله، ليه تتوضح لو سمحت. قلت لها ايه تفرحين مستقبلا فرح عظيم. هي ارسلت صدق يعني صح علي. قلت ايه دنيا واخرة تفرحين طبعا ان شاء الله نتمنى. قالت الله يسمع منك والفرحة يا رب، اتمنى الله يفرحك يا رب. بس فرحت انبسطت. بس ما علي سؤال، ما سألتني اذا انا عزباء او متزوجة. قلت اسألي. قلت لا انت عزباء، واضح من كلامها انها عزباء وتتمنى يعني زواج، احد دعا لها بالزواج وتمنت انها تزوج، واتوقع انها باخر العشرينات. قلت ما شاء الله صح عليك. عرفت قلت ايه يعني وش علي سؤال ثاني في الاخر. الرسالة هذه جديدة، تقول بالآخرة بدخل الجنة إن شاء الله. طيب خلونا نفسر لها. أقول هالمطر تسعدين بالدنيا، والآذان تسعدين بالآخرة. انبسطي أي شيء. الحلم اللي أنا إنسان أبكشف لك الحلم وبشوف وش المستقبل وش بيصير لكم. كلهم ترى نفس الكلام. أقتبس من كلامك. لا، كلمة أقتبس غلط، لا قصدي أحلل كلامك وأبني عليه نتائج. شوف ايش بترسل الحين، أبني عليه نتائج وبعدين أعطيهم الجواب. وفي بعضهم لا يطلب بعد فلوس، أعطونا فلوس عشان نفسر لكم. يعني مثلها ضعيفة ذي. لو وقفت وجتني مرة ثانية قلت يلا الحلم ب50، تبي تقول خلاص خذ 50، وتبي تعلم اللي حولها جاراتها وخواتها وبنات عمها وخوياتها. المعذرة على صوت السيارات، أنا حاليا في حالة انتظار بشارع عام. المهم تمام. فبترسل اللي حولها ويلا فلوس 50 60 100. فانتبهوا يا جماعة، تفسير الأحلام تراها لعبة للي بيلعب. وبعضهم يجونكم مقاطع ما ادري ايش، ترى فيها اغلبها 90% والله اعلم اتفاقات بينهم. البعض منها يكون عن طريق تحليل الموقف وتحليل الكلام، والبعض لا. هذه انبسطت الحمد لله، سعدناها، الله يديم عليها السعادة ويعيننا على فعل الخير. في امان الله يا اخوان. اللي بيفسر حلم ولا شيء يرسل خاص، ما هو خاص تعليق.